يا صباح الخير، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا فيديو جديد وأكلة جديدة هتعجبكم. بس قبل ما نشوف الفيديو، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تحطي لي لايك، وانما يا اختي ما تنسي تحطي لي لايك. بصي وانت بتتفرجي كده على الفيديو، انزلي كده بايدك ايوه واضغطي لايك، بس مش هتخسري اي حاجة. طبعا احنا صايمين وايه، كل يوم عايزين ناكل أكلة شكل، فقلنا النهاردة نعمل ايه؟ النهارده هنعمل كشري. ليه نشتري علبة الكشري من بره ب25 جنيه؟ يعني احنا لو 6 افراد عايزين كده بكام؟ كام علبة كشري؟ حوالي بكام يعني؟ مش عارفة والله. آه يعني 150، 160 اهو. المهم يعني عايزين ايه بمبلغ كشري؟ كأن بنشتري لحمة. المهم ايه، انا عارفه ان اللحمه طبعا عدت ومفيش حاجه اسمها 150 160 لحمه، بس المهم ما علينا، ده برضو كشري يا جماعه، كشري. هنيجي نعمله في البيت. احلى بصله تعملي بيها الكشري او بصله الكشري هي البصله البيضه، مش البصله الحمراء. الحمراء حلوه كل حاجه بس في السلطات، لكن في الطبيخ اعملي البصله البيضه، هي اللي بتقرمش وبتطلع احلى. طبعا انت لو عندك المبشره بتاعت الشيبسي اعملي بيها، يطلع احلى بصله معاكي. ليه؟ ولا هتحتاجي لاي حاجه، ولا تحطي ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله. هم اصلا في المحلات بيعملوا كده بمبشره الشيبسي، وبيعملوا البصله وبس، وما بيحطوش اي حاجه، وبتطلع مقرمشه وبتقعد يوم واتنين زي ما هي. طبعا ما عندكيش مبشره زي حالاتي كده، اعمليها رفيعه على قد ما تقدري. يعني لو انت ايدك سالكه وبتعرفي ترفعيها خالص مش مشكله، ايه المبشره اعملي بايدك. اهم حاجه تفرهديها كده، وما تخليش بصله لازقه في بصله تانية، عشان اول ما تحمريها ما يقعدوش طراي، لكن كده هيقرمشوا معاكي وهيحمروا على طول، مش هياخدوا معاكي اي وقت. هتجيبي كام بصلايه؟ حوالي انا جبت 4 بصلات، زي ما تحبي انت، 4 3 5 6، زي اما تحبي يعني الكميه اللي هتعمليها. وهتقطعها رفيع زي ما انت شفتي كده، وهتفضلي بقى ايه تفرهديها. ده لو انت قطعتي بايه؟ بايدك. انا عندي كده فتحت الدرج لقيت الساطور الحلو ده، قلت له تعالى النهارده ايه وظيفتك اللي هتقوم بيها، تعالى قطع لنا البصل اللي انت شايفها دي، وقطعها وزي الفل الحمد لله. لكن لو انت عندك مبشرة الشيبسي، بصي اعملي بيها على طول، هيطلع لك احلى بصل، مش هياخد معاك اي وقت. وبعد ما انا مفرهدتهم زي ما انتوا شايفين كده، كل ما الاقي بصله ماسكه في التانية يبقى فكها عن بعض. حطيت لها حبه نشا، عايزه اقول لكم ما كانش لهم اي لازمه. ما تحطوش حاجه، ولا ملح ولا نشا ولا دقيق ولا الكلام ده كله، هيطريها ليكي بعدين. لكن لو سبتيه كده ورفعتيها وحمرتيها، ان شاء الله يومين هتاكلي البصله مقرمشه لاخر حبه فيهم. هجيب كده حبة زيت حلوين غزار ويكونوا سخنين، وهنزل بيهم بالبصلة. طيب هكتر الزيت عشان خاطر البصلة تحمر معايا، وعشان خاطر الزيت ده انا هستعمله للكشري كله، يعني كل الكشري هعمل بيه حبة الزيت. فانت خليكي كريمة وحلوة كده في حبة الزيت اللي هتحمري فيه البصلة، عشان خاطر يكفوكي وتعملي بيه الكشري كله. انا حمرت كده البصلة زي ما انتوا شايفين، اول ما تاخد معاكي اللون الاحمر ده تطلعيها على طول. ليه؟ لانها بتغمقي تاني زيادة من بره. فانت اول ما تاخد معاك اللون تصفيها، واهم حاجة تصفيها كويس من الزيت، عشان برضو عامل من عوامل اللي بيخليلك البصلة طرية. وتطلعها على ورق مناديل او ورق، يعني اي ورق يعني تطلعها عليه، عشان خاطر ايه؟ يجف معاك وينشف ما يطراش. بس كده. وهفردهم على الصينية وهسيبهم، او تطلعيهم على مصفى زي ما تحبي، عشان خاطر ما يبقاش فيهم زيت ويطروا معاكي. هنزل بالكمية الباقية في الزيت هحمرها، وهشوف بعد كده هعمل ايه. هنبدأ نعمل بعد البصلة ما تحمر دي، هندخل نعمل الصلصة. بس هنحمر البصلة الاول كويس كده وهنخلصها وندخل على ايه؟ على الصلصة. ما تنسينيش في اللايك، اوعي تنسيني. بس بصوا انا بوريكم البصلة اهو انها اتحمرت ونشفت وزي الفل اول ما طلعنا على طول، عشان انا ايه؟ رفعت البصل على قد ما اقدر. هجيب كده خلاص الزيت اللي احنا حمرنا فيه وحضرناه، هعمل منه الصلصة بتاعت الكشري. عايزة اقول لكم شوية صلصة يا خرابي ما اقولكوش. حطينا كده حبة زيت، وحطينا فيها معلقتين كبار من الثوم، وهبدأ اشوح التومة. ليه؟ عشان نعمل صلصة الكشري. هشوح التومة كده لغاية ما تاخد معايا اللون الذهبي. ايوه كده، حمريها كده كويس.
عايزه اقول لكم الكشري سهل يا جماعه، والناس اللي بتقولك لا ده بياخد مواعين وبياخد وقت معايا، مفيش الكلام ده. يعني انت لو العين ده حطيتي حله والعين ده حطيتي على خلاص الكشري كده خلص معاك. بعد ما حمرنا التومه نزلنا بقى عليها بحبه خل، وما اقولكوش بقى قلبت الدنيا، والله قلبت الدنيا. والله الجيران خبطوا علينا افتحي الباب يا عيال، عشان الجيران جايين يتغدوا معانا وبيقولوا لنا الريحه بصوا قلب البيت. يا سلام يا سلام، يا مرحب يا مرحب، تعالوا نتغدوا سوا كشري يا جماعه. المهم ايه، حطينا الصلصة وخلصنا كده الصلصة بتاعت ايه الكشري، حطينا التوم، حطينا عليه الخل وضربنا شفشق عصير حلو كده طماطم، وحطيناه على ايه، نزلنا بيه على التوم والخل. وبعد كده هنحط ملح وفلفل وكمون وايه ورشة سكر عشان خاطر يعادل الحموضة بتاعت الطماطم. وهنغليها وهنسيبها بقى نورب الحلة ونسيبها على جنب مع نفسها بقى على عين على جنب، وهنسيبها ايه تستوي براحتها بقى، تتسبك كده لغاية ما تطرد القدام بتاعها وتتظبط وتبقى 100 فل و14. بعد ما نخلص الصلصة هندخل بقى نشوف نعمل ايه تاني. هنعمل شوية الرز، وشوية الرز دول عايزة اقول لكم مش اول مرة اعملهم، لكن انت لو عملتيهم بصي مش هتبطلي تعملي الطريقة دي. احلى حبة رز كشري تاكليه. عايزة اقول لكم ان عيالي يقولوا لي احلى رز بتعمليه رز الكشري. بتيجي كده تحط حبة الزيت، برضو اهم حاجة ان يكون زيت البصلة هو اللي بيديكي طعم وريحة ونكهة في الاكل. هتحط حبة الزيت، هتحط عليهم حبة شعرية، وهنكون غاسلين العدس نقعينه حوالي ساعة جنبينا، ونصفوه وننزلوا بيه على ايه، على على الكشري على الشعرية. ركزوا معايا، هنزل بالشعرية وبعد كده هكون غاسلة العدس وسايباه حوالي ساعة بس مش اكتر، وهصفيه كويس وهنزل بيه على الشعرية لانه هيستوي مع الرز. وهشوح كده العدس مع ايه، مع الشعرية. طب انا لو بعمل بالظبط هاخد قد ايه كمية؟ لو بتعملي نص رز هتحطي ربع شعرية وهتحطي تمن عدس بس كده مظبوط. يعني مثلا كوباية شعرية كوبايتين رز ونص كوباية ايه عدس. وهنزل كده اهو بالرز بعد ما غسلناه وصفيناه كويس على ايه، على العدس وعلى الشعرية. وهنظبط الدنيا، هنشوح بقى الرز مع العدس مع الشعرية لغاية ما يتشوحوا معايا عشان خاطر يطلع معايا مفلفل. هحط عليه المية، بس كمية المية اللي هنحطها للرز ده اقل من الكمية العادية. ليه؟ لان العدس بينزل مية عشان ما يعجنش معاكي وترجعي تقولي بنوب قالت وطلع معايا معجن. انت هتحط الرز مع العدس مع الشعرية، هتحط عليهم المية الكمية اقل شوية من كمية ايه الرز العادية بتاعتنا عشان خاطر ما يعجنش معاكي. هنزل بقى بملح، وهنزل عليهم بمكعب شوربه انا حطاه في الطبق كده مع الميه عشان خاطر ما يعملش كده. اول ما تيجي تاكلي تلاقي حتت من المكعب المرقه في الرز، لكن كده مش هتلاقي اي حاجه لو انت بتحبي المكعب بالمرقه. بس انتوا عارفين ان انا بحب احط ايه مكعب مرقه في الاكل. وهنزل بالميه المغليه. طيب الميه المغليه دي قد ايه؟ زي ما قلت لكم اقل من المعيار العادي عشان خاطر ما يطلعش معجن معاكي ويطلع مظبوط. اول ما يغلي زي ما انتوا شايفين كده ويبدأ يشرب المية هقلبه وههدي عليه النار خالص، ولو عندك شياطة حطيها، وهسيبه على نار هادية خالص يستوي مع نفسه. طبعا المقطع بتاع المكرونة للأسف أنا كنت بصور فيه وأتاري الكاميرا مش بتصور، وبس الحمد لله. يعني المكرونة سهلة، انت هتحطي مية مغلية فيها حبة زيت وحبة ملح، وهتنزلي بالمكرونة تستوي، هتصفيها وتفتحي عليها المية الباردة. وبعد كده هننزل عليها بمعلقتين زيت زي ما انتوا شفت من بتاع ايه، من زيت البصلة. هيخلي لك المكرونة الاخر معلقة مفلفله معاكي ومش معجنه ومش ماسكه في بعضيها ولا اي حاجه، تغرفي منها في اي وقت للكشري. ماشي؟ فهمتوا يعني ايه السر في المكرونه؟ وطعم يعني بصوا، وطعم كمان معلقتين زيت بيدوها طعم عشان زيت البصله، وبيدوها فلفله كده حلوه، وهو ده اللي بيخلي المكرونه في محلات الكشري ما بتتغيرش وما بتعجنش وما بتمسكش في بعضيها. عملت الدقه، حطيت معلقه زيت عليها معلقه توم، ونزلت عليها بحبه خل وربع كوبايه ليمون وحبه ميه وملح وكمون وايه وحبه فلفل اسود، بس تاخد غلو ونركنها على جنب. هنيجي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الطشه. لا، هنعمل زيت الشطه.
زيت الشطه، ركزوا معايا، هو لا زيت الشطه لا شطه زيت، المهم كله شطه. هنزل بقى بشويه زيت حلوين، وهنزل عليهم بمعلقه شطه، وهشوحها. وخلي بالك حط حاجه على مناخيرك، عشان لو عندك الشطه سخنه جامد يعني مش هتستحملي ريحتها. وهنزل عليهم بايه، بمعلقه كبيره او كبشه صلصه من اللي احنا مسبكينها. بس كده تاخد غلوه ونخلوها على جنب. خلاص كده خلصنا الدقه وخلصنا الشطه والمكرونه والعدس وكله. خدنا حاجه؟ ما خدناش حاجه. الناس اللي بتقولك ده انا بقعد يوم بحلو اعمل كشري، ليه بتعملي يوم بحلو يا حاجه كشري؟ عشان ايه ده كله؟ الرز زي ما انت شايفه اهو مفلفل، مع العلم ان انا بعد ما خلصت ما غرفتش الاكل على طول، انا سبته وبعد شويه بعدين يعني رجعت تاني غرفته لغايه ما جو قالوا خلاص احنا جعانين عايزين ناكل. وبعد كده حضرت، كنت محضره بقى الدقه والشطه وادي المكرونه، شايفين مفلفله ازاي؟ وزي ما قلت لكم انا ما غرفتش الاكل على طول، يعني كان ممكن مسك في بعضه والمكرونه مسكت زي ما احنا عارفين، لكن المكرونه فاضله مفلفله وكل حاجه هي ورز. ليه؟ بسبب زيت البصل اللي احنا حطيناها. هنزل كده بالرز الاول، وهنزل عليها بالمكرونه. عايزه اقول لكم شويه الرز صدقوني هتاكلوهم من غير اي حاجه، من غير كشري، من غير صلصه، يعني طعمهم حكايه. الرز بالعدس طعمه حلو جدا. جربوه يا جماعه وشوفوا رايكم فيه. هتبصوا مش هتبطلوا تعملوا الطريقه دي. الناس اللي بتعمل العدس لوحده والرز لوحده، جربي تعملي العدس مع الرز، هتلاقيه فرق معاكي في الطعم خالص، بقى حاجة تانية. هنزل كده بالصلصة، وعملنا شوية تكات وحركات بسيطة ملهاش لازمة، بس ايه مش مشكلة، بس عشان حبينا نزوق الطبق. هنزل معاهم بشوية الدقة، وهنزل عليهم بشوية ايه بصل البصل المقرمش اللي هو بيقول عليه ايه ورد الكشري. واقول لك قال ايه علبة الكشري ب25 جنيه. ليه يا عم ب25 جنيه؟ انت عامليننا ايه فيها يعني؟ ده هم حبة رز وحبة مكرونة. انا عارفة ان كل حاجة بقت غالية ومولعة نار، بس مش للدرجة دي، يرحمونا عشان ربنا يرحم. يعني لو عنده 3 4 عيال الواحد في البيت وعايز يعشيهم كشري ولا يغديهم، هيجيب بكام؟ عايز ميزانية عشان يجيب بها كشري؟ كشري يا جماعة. المهم احنا خلصنا عملنا الاكل وخلصناه وطلعنا كلنا الحمد لله، نشكر ربنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لي لايك في الفيديو، وتجربوا الاكل وتقولوا لي رايكم في الكشري ايه. واشوفكم على خير، واقول لكم مع السلامه، باي باي.